طيب ممكن افرج حضرتك صوره، يا ريت يا جماعه لو حطيناها على الشاشه للرئيس مبارك. الصوره دي لو حضرتك بس بقى معانا على المونيتور، واضح طبعا عليه الاجهاد، لكن قبل ما نعمل كلوز اب على الوجه خلينا نعمل كلوز اب على البدله. حضرتك يمكن مش ما تكونش واضحه قوي من المكان اللي انت قاعد فيه شايف. طيب في ده اكتر. دي صوره من وكاله انباء رويترز. الخطوط اللي في البدله مكتوب عليها بالانجليزي حسني مبارك مكرر، حسني مبارك حسني مبارك حسني مبارك حسني مبارك. ده طبعا انا ما كنتش واخد بالي خالص من الحكايه دي. لا احنا اخذنا بالنا لما عملنا تكبير ده بقى السلطه. قبل ما تكمل بس حضرتك عايزين نشوف بس الوجه عشان برضو تربط لنا برضو الاجهاد. يا ريت نشوف الكلوز اب على الوجه ومدى الاجهاد اللي كان على وجه الرئيس في الفتره الاخيره من حياته. هو استخفاف من حكمه، في استخفاف، استعلاء ونرجسيه. الواحد اللي يكتب اسمه على الجاكيته بتاعه البدله ده يعني نوع من انواع الانتفاخ الذاتي اللي ما بيجيش الا لما يكون الواحد عنده نوع من انواع الاحساس بسلطه مطلقه مخليه ان هو يحس ان هو يمثل. مفيش مصر، ده انا مصر. وده بقى صعوبه الواحد اللي بيقعد على الكرسي مده طويله بيتوحد مع الكرسي بتاعه. فيعني واضح جدا هنا نوع من الاستعلاء. هم كلهم كان في تعالي. ممكن اسال حضرتك تصورك لما يدور في ذهن ونفس الرئيس السابق حسني مبارك الان في شرم الشيخ؟